كابالا متسع من المكان، زاد في السرعة، دخل شبكة كابالا، التسديدة قوية، بابا جول 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 جول. يا سلام عليك، شيكابالا يفتح مجال التسجيل عند الدقيقة الرابعة. أين هو دفاع الوداد؟ أين هم لاعبو الوداد؟ شيكابالا كأنه في حصة تدريبية استلم الكرة، راوغ الأول، مر وتوغل 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 وسدد وجول. جول من شيكابالا للزمالك عند الدقيقة الخامسة من انطلاقة الشوط الأول. يا له من جول ويا لها من بداية. شوف العجب ماذا حصل، شيكابالا يجري بالكرة 40 متر، يراوغ الأول، وينو الثاني، وينو الثالث، وينو الرابع، ولا واحد خرج له. شيكابالا يسدد من حوالي 25 متر، كرة أرضية زاحفة على يسار محمد عقيد. هدف أول للزمالك، هدف عجيب وغريب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أنه تكون عندك مساحات بهذا الشكل تنفرد على 30 سنة في عمره. قلت لكم شيكابالا ليس هو شيكابالا زمان، ومع ذلك الخبرة والتدريب. ومعروف يوسف، ولكن هذه الكرة بعيدة، كاد يرتكب خطأ فادح هنا في هذه الكرة. كرة أخرى وخطأ لصالح نادي الزمالك، وعودة تتوغل، جول جول. ما هذه الهدايا من دفاع نادي الوداد؟ هدية أولى استلمها شيكابالا، وهدية ثانية لصالح نادي الزمالك عند الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول. عجب هذا الذي يحدث في ال20 دقيقة الأولى من عمر المباراة. هدية كاد يسلمها الحارس في نهاية المطاف، جاءت هدية لا ترد. هدية مثل هذه يجب أن تقبل. هل باسم مرسي هو الذي استلمها؟ هو الذي راوغ؟ لا، ليس باسم وإنما أيمن حفني. الفنان أيمن حفني استلم كرة بيسراه، راوغ وسدد على يسار الحارس. جول ثاني للزمالك في ظرف 18 دقيقة لعب. ولا زملكاوي كان يتوقع هذا السيناريو بهدفين مقابل 0 للزمالك بعد أقل من 20 دقيقة. ولا زملكاوي ولا ودادي كان يتوقع مثل هذا السيناريو وهذه الأخطاء الفادحة في مباراة نصف نهائية دوري أبطال إفريقيا. فاتح اللعب بهذا الشكل فريق الوداد.